في نوع من الناس بيخليك تشك في نفسك ويخليك تحس انك غلطان حتى لو كنت صح 100%. بيخليك تقول ايوه وانت من جواك بتقول لا. الناس دي مش بتستخدم قوة، الناس دي بتستخدم حاجة اخطر بكتير وهي عقلك. لو الموقف ده حصل معاك وحسيت انك وافقت على حاجة وانت مش عاوزها، فحب اقولك انك مش لوحدك، وغالبا انت كنت ضحية للعبة بتتلعب عليك وانت مش دريان. واللعبة دي اسمها علم النفس المظلم، وده على فكرة علم حقيقي وهدفه حاجة واحدة بس: السيطرة. النهارده هنفتح مع بعض الصندوق الاسود للنفس البشريه، وهنشوف مين هم تجار الضلمه دول وازاي بيقدروا يتحكموا فيك من غير ما تحس. وعلشان تفهم اللعبه لازم تعرف اللعيبه نفسهم. واللعيبه دول 3 شخصيات، وهم اخطر ناس ممكن تقابلهم في حياتك. علماء النفس بيسموهم الثالوث المظلم، واول واحد فيهم هو النرجسي. وده مش بس بيحب نفسه، ده محتاجك انت تحبه كمان، محتاج اعجابك واهتمامك، ومحتاجك تكون مرايه ليه. في الاول هيغرقك حب واهتمام لدرجه انه هيحسسك انك لقيت كنز، وبعدين فجاه هيسحب كل ده، وساعتها هتلاقي نفسك بتجري وراه. وده علشان هو استغل نقطه ضعفك وخلاك مدمن لوجوده. وتاني واحد معانا هو الميكافيلي، وده بقى هو الثعلب، شخص هادي وبارد وبيحسبها بالورقه والقلم، وماشي بمبدأ الغايه تبرر الوسيله. يعني ممكن يكون بيمثل عليك دور صاحبك ويساعدك ويضحك معاك، بس كل ده لحد ما يوصل للي هو عاوزه، واول ما يخلص هيبيعك من غير ما يرمش حتى. وتالت واحد وهو السايكوباتي، وده الاخطر فيهم على الاطلاق، علشان ببساطة مفيش عنده ضمير ولا إحساس بالذنب ولا حتى تعاطف، لدرجة إنه ممكن يأذيك وهو بيضحك في وشك عادي جدا، ما عندوش أي مشكلة. وأخطر سلاح هو عنده إنه بيشككك في عقلك، يفضل يقولك أنت فاهم غلط أو أنت بيتهيألك، أو يقولك الموضوع مش زي ما أنت فاهم علشان يضللك، لحد ما توصل لمرحلة إنك تشك في نفسك وفي عقلك، ويخليك تصدق إن المشكلة فيك أنت. وللأسف المتلاعب مش بيضربك بإيده، هو بيضربك بمشاعرك أنت، ودي أخطر بكتير. يعني مثلا يقولك أنت بتعمل معايا كده بعد كل اللي أنا عملته علشانك، والجملة دي كفيلة تخليك تعمل أي حاجة علشانه، لأنك بتحس وقتها إنك غلطان في حقه. وكمان بيستخدم معاك الصمت العقابي، يعني يختفي فجأة أو ما يردش أو حتى يتجاهلك علشان يخليك تجري وراه وتعتذر على حاجة أنت ما عملتهاش أصلا. ده كمان مش بيكتفي بكده، ده واحدة واحدة بتلاقيه بيبعدك عن صحابك وعن أهلك وعن أي حد ممكن يفوقك من اللي أنت فيه، لحد ما تبقى سامع صوت واحد بس، صوته هو. وده كمان بيلعب عليك لعبة بيسموها المراية المزيفة، يعني بيحسسك انه بيحب اللي انت بتحبه وبيتكلم زيك ويفكر زيك ويخليك تحس انه نسخة منك، بس في الحقيقة هو بيبني جسر مزيف علشان يدخل حياتك ويسيطر عليك بكل سهولة. ودلوقتي احنا عاوزين نعرف ازاي نحمي نفسنا. ومبدئيا كده المعرفة لوحدها مش كفاية، انت لازم يكون عندك درع، زي انك تكون واثق في احساسك. لو حسيت انك مش مرتاح او حسيت بنغزة جواك او حسيت بشك غريب، اوعى تتجاهل ده ابدا، علشان غالبا عقلك سبقك وفهم اللعبة كويس. وكمان اتعلم تقول لا، هي كلمة صغيرة ايوه بس بتخوفهم، علشان انت لما بتحط حدود وتقول ده مش مناسب ليا، فانت كده سحبت منهم اهم حاجة وهي التحكم فيك. وكمان ما تبقاش زي الكتاب المفتوح، اسرارك ونقط ضعفك خليها بينك وبين نفسك، علشان اللي بيلعب صح هيستخدمها ضدك اكيد. وكمان قوي نفسك من جوه، علشان كل ما ثقتك في نفسك بتزيد كل ما هتكون صعب ان انت يتلعب بيك. في النهاية الهدف مش انك تشك في كل الناس، الهدف هو انك تبقى واعي. الدنيا فيها ناس كتير كويسة، بس فيها كمان ناس بتعرف تلبس قناع، فلما انت تفهم اللعبة فانت كده مش بتكون شرير، انت بس بقيت بتحمي نفسك من اللي عاوز يلعب بيك. فخلي بالك من نفسك علشان محدش يستغل طيبتك. ودلوقتي لو حسيت انك شفت نفسك في الفيديو ده، اكتب لي في كومنت انا فهمت اللعبة، وقول لي ايه اكتر حاجة حصلت معاك شبه الكلام ده، وخلي غيرك يستفاد من تجربتك. ما تنساش تكتب لي في التعليقات رأيك في الفيديو، ولو عاوزنا نكمل اكتب اي موضوع حابب نتكلم عنه وهنعمل فيديو بيه قريب. سلام.